السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله نعمل مع بعضنا حبه عدس كده بقى. يعني هقول لك حله عدس اعتبريها حله عدس. الدنيا برد وعايزين حاجه تدفينا. ولما بقى نفسك بقى في العدس وتبص تلاقي كل الاولاد يقول لك لا عدس لا عدس لا. بس برضه هنعمل عدس، يعني هنعمل ايه؟ الدنيا برد وبصراحه الواحد كسلان عن اي حاجه. اول حاجه كده حطيت حله على النار، حطيت فيها طماطمايه وحطيت فيها حطيت فيها بصلايه. تمام كده كده احنا هنحط الطماطم. وغسلت العدس بتاعي ونزلت بيه. تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو حابه تحطي جزر. تمام. انا هنا حطيت بصلايه، ولو حابه تزودي كميه البصل. زمان يعني لما كان البصل بجنيه كنت بحط لي قد بتاع 3 4 كده، لانه البصل بتاع العدس بيبقى حلو قوي. وهنزل هنا بقى بمكعب ماجي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اه نزلت بالمكعب الماجي اهو. تمام، طبعا الرغاوي دي كلها لما تقلبي العدس يعني هتروح. ولو حابه تشيليها يعني عادي. وبعد كده بقى هكون مجهزه حبتين من الطماطم. بس بعد ما العدس يتهري كده شوي، هبقى احط بقى رشه فلفل اسود، ونص معلقه كمون، ونص كزبره، والملح. هسيب ده بقى كله يندمج مع بعضيه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكون محضره الطماطم بتاعتي، حبتين من الطماطم كده في الخلاط. تمام. هضربهم واروح نازله بيهم. بجد الطريقه دي حلوه قوي وهتعجبكم طبعا. والملح احنا حطينا الملح حسب الرغبه زي ما انت عايزه. هسيبها بقى كده على النار لحد ما الحله بقى تاخد وتدي كده في العدس. تمام. وهبدا بقى اجهز لها التومه بتاعتها. معايا انا بقى طاسه على النار، فيها التومه بتاعتي مع حبه من الزيت كده او حبه من الزبده. طبعا هي هنا الزيت كنت حاطاه قليل بس هرجع ازوده. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بجد يا جماعه يعني الاكله المحببه لقلب العدس ده، وحطيت حبه كزبره. بس مش عارفه سبحان الله الاطفال ما بتحبوش ليه، مع انه اكله حلوه في الشتاء كمان بتدفي. زمان كنا نيجي نتكلم على العدس، يقول لك عدس كان ارخص حاجه ممكن تعمليها العدس. زمان كان العدس ده كان ارخص حاجة. دلوقتي يعني العدس بقى غالي بطريقة رهيبة، لدرجة والله العظيم يعني زمان الناس الفقيرة كانت بتعمله، وكان ده بالنسبة لهم لحمة يعني. دلوقتي حتى ده كمان يعني الحاجة اللي هي كانت يعني الواحد ما كانش اصلا يعني عائلات الناس ما بتحبهاش وبالذات الاطفال. دلوقتي مبقاش يعني العدس بعد ما كان موجود الاول وكانوا بيعملوا يمشوهم نفسهم. دلوقتي للأسف حتى العدس في بيوت ما بتقدرش على تمنها. يعني الواحد كده وصل لمرحلة، يعني ربنا يا رب اللهم امين يحفظنا. آه وربنا ييسر يا رب اللهم امين. هبدأ بقى اشوح في التومة بتاعتي كده. ما ننسوش يا جماعة ندعو لأخواتنا في فلسطين. اللهم انصر أخواتنا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أخواتنا في فلسطين يا رب، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب. يعني الواحد كان الاول كان بيحب الشتاء قوي. يعني انا من الناس اللي كانت بتعشق حاجه اسمها الشتاء والله العظيم. يعني الواحد اول مره يكرهها لما يبقى دافيان كده ومتغطي، وعنده بدل البطانيه 2 وبدل اللحاف 2، وتلاقي الاطفال والشيوخ والنساء يعني مفيش مأوى ليهم. بجد حاجه كده بتخلي القلب فعلا يعني. يلا الحمد لله رب العالمين. فعشان كده يا جماعه دايما يعني نستشعر دي يعني النعم اللي احنا فيها، النعم اللي احنا فيها. نبص ونشوف غزة واللي بتحصل فيها. يعني ربنا يرحمهم يا رب اللهم امين، ويكتب لهم النصر عاجلا غير آجلا يا رب اللهم امين. بالله عليكم يا جماعة احنا في ايام مفترجة، ما تنسوهمش بدعواتنا. قد تكون سبحان الله حد فيكم اقرب الى الله فيتقبل دعاءه. ما تنسوهمش يا جماعة في الدعاء. وكده بقى خلاص طشيت التومة بتاعتي. تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومشتركش في القناة يشترك فيها فضلا منكم وليس امرا. شايفين بقى شوط العدس بتاعتي حلوين قد ايه؟ انا كنت بقول لكم حله، طبعا انتوا انصدمتوا لما شفتوا الكميه. بس طبعا يعني على قد اطفالي يعني. وفي الاخر الحله دي دعوت في ربيز انا اصلا. كده خلاص كنت عملت العدس. مش قادره اقول لكم بقى حته البصله دي طعمها عامل ازاي، بجد كده حاجه كده روعه. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده بسيط قوي. اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.